عليكم ورحمة الله. مستحيل أن تتعلم اللغة الإنجليزية دون معرفة verb to be، يعني فعل يكون. هذا الفيرب هذا فعلا ما يمكنش تتعلم اللغة الإنجليزية باللي ما تعلمتيش الاستعمالات ديالو في affirmative، interrogative، في النيجاتيف يعني الإثبات، وفي النفي، وفي السؤال. طريقة وضع السؤال باستعمال verb to be، كيفية النفي، كيفية التكلم بالإثبات. يعني بهذا الشيء كل شيء غادي نشوفوه بأمثلة وتمارين وحلول. لهذا ما تنسوش الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس باش توصلوا إن شاء الله بالقادم إن شاء الله بجميع الدروس. ف verb to be مثلا هنا لدينا I am happy today. I am happy today. أنا سعيد اليوم. أنا I am happy today. أنا سعيد اليوم. Are we late? Are we late? هنا سؤال. Are we late? هل نحن متأخرين؟ late متأخرين. Are we late؟ هل نحن متأخرين؟ هنا في بي هو فعل يكون. بي هو فعل يكون. بي in present. بي في الحاضر. I am أنا. I am أنا. هنا نتكلم في affirmative يعني في الإثبات، الكلام عادي في الإثبات. I am أنا. You are أنت. He is هو. She is هي. It is هو وهي، للجماد وللحيوان. للجماد وللحيوان وللأشياء. We are نحن. They are هم. أما بالنسبة للسؤال في interrogative am I، مثلا I am أنا. لكن في السؤال إذا هنا am I، ف are you هل أنت. مثلا في affirmative يعني في الإثبات you are أنت. هل إذا أردنا أن نقول هل أنت نقول are you. هل أنت. he is هو. إذا أردنا السؤال نقول is he. هل هو. هل هو. she is هي. في السؤال is she هل هي. لهو وهي في الجماد وفي الحيوان كما قلنا it is هو وهي للجماد وللحيوان. إذا أردنا أن نسأل بالنسبة للحيوان بالجماد نقول is it. is هي الأولى ونتبعها ب it. is it. are we نحن. يعني في الإثبات we are. في الإثبات we are. لكن بالنسبة للسؤال هل نحن are we. هل نحن. they are هم. بالنسبة للسؤال are they. هل هم. في السؤال هل هم. I am أنا في الإثبات كما قلنا في affirmative I am. وكما قلنا في السؤال am I هل أنا. بالنسبة للنفي فالنفي I am not أنا لست. I am not. كما لدينا هنا I am happy today أنا سعيد اليوم. بالنسبة لمثلا النفي نقول I am not happy today. I am not. You are not. أنت لست. You are not. He is not. هو ليس. She is not. هي ليست. It is not. هو ليس وهي ليست بالنسبة للجماد وبالنسبة للحيوان. We are not نحن لسنا. We are not نحن لسنا.
They are not. هم ليسوا. مثلا هنا لدينا I am a doctor. أنا طبيب. أنا طبيب. Are you American؟ هنا السؤال Are you American؟ هل أنت أمريكي؟ We are not ready. نحن لسنا مستعدين. لاحظوا هنا فاستعمال verb to be في 3 حالات. أولا الاستعمال بالنسبة للمهنة والحرفة. I am a doctor. أنا طبيب. I am a doctor. هنا السؤال Are you American؟ هل أنت أمريكي؟ هنا للجنسية. كما قلنا هنا للمهنة، هنا للجنسية، وهنا للحالة. فهنا we are not ready. نحن لسنا مستعدين. كما أثبت من قبل فverb to be مهم جدا في اللغة الإنجليزية. يعني استعمالات عنده كثيرة. يمكنش نتكلم اللغة الإنجليزية بدون معرفة استعمالات verb to be. مثلا هنا لدينا تمرين put in am are or is. يعني ضع am are أو is. هنا لدينا مثال You are late. يعني أنت متأخر. late يعني متأخر. You are late. أنت متأخر. رقم واحد We very well. نحن very well يعني بخير. ماذا نكتب هنا مكان النقط؟ My sister أختي. A doctor. ماذا نكتب هنا؟ يعني املأوا الفراغات. Paul and Anne in America. مكان الفراغ. I happy today. أنا سعيد اليوم. ماذا نكتب؟ I think tired. I think you tired. سادسا Our house very small. منزلنا صغير جدا. very جدا. small صغير. Our house very small. سابعا أنا nearly ready. يعني مستعد. nearly تقريبا سعيد. تقريبا مستعد. nearly ready تقريبا مستعد. استعينوا ب هنا affirmative. لدينا affirmative. لدينا I am أنا. You are أنت. He she it is. she is it is. We are نحن. They are هم. He is هو. She is هي. It is للجماد وللحيوان وللأشياء. يستعين بهذا الجدول لملء الفراغات. رقم واحد We are very well. نحن بخير. رقم 2 My sister is a doctor. أختي طبيبة. A doctor. My sister is a doctor. 3 Paul and Dan are in America. لماذا قلنا are in America؟ لأنهم كما قلنا في they are هم. هم. Paul and Anne يعني جمع. Paul and Anne يعني اثنان يعني they are هم. They are in America. رقم 4 I am happy today. يعني I am. I am happy today. أنا سعيد اليوم. 5 I think you are tired. أظن
أنك متعب. tired متعب. tired متعب. our house. سادسا our house منزلنا. our house منزلنا is very small. our house is very small. لماذا قلنا is؟ لأنه منزل واحد. منزل واحد منزلنا. our house منزلنا. is لماذا وضعنا is؟ كما قلنا للجماد نستعمل is. it is. it is الجماد. والحيوان والأشياء نقول it is. our house is very small. سابعا I am nearly ready. I am nearly ready يعني أنا تقريبا مستعد. يعني مستعد. يعني أنا مستعد. I am nearly ready. To make questions. To make questions with be we put the verb before the subject. يعني to make questions لنضع سؤال. To make questions السؤال لنضع السؤال ب verb to be. إذا أردنا أن نسأل باستعمال verb to be we put the verb نضع الفعل. نضع الفعل قبل الفاعل. The subject هو الفاعل. The subject هو الفاعل. دائما عندما نريد أن نضع سؤال نضع الفعل قبل الفاعل. الفعل قبل الفاعل. The verb before the subject. مثلا لدينا هنا statement I am late. أنا متأخر. I am late. أنا متأخر. السؤال يكون هل أنا متأخر؟ Am I late؟ هل أنا متأخر؟ لاحظوا هنا الفعل. فين هو الفعل؟ verb to be am. الفعل am تصريف ديال الفعل to be am. الفاعل هو أنا I. أنا الفاعل. أنا the subject. Am I late؟ هل أنا متأخر؟ هنا the taxi is here. The taxi is here. التاكسي هنا. the taxi is here. من هو الفاعل؟ الفاعل هو the taxi. من هو الفعل؟ الفعل هو is. The verb to be is تصريفه is. Is the taxi here؟ هل التاكسي هنا؟ Is the taxi here؟ هل التاكسي هنا؟ هنا we are late. We are late. نحن متأخرون. نحن متأخرون. The subject يعني السبجكت هو الفاعل. الفاعل هو we نحن. والفعل verb to be are. We are late. ماذا فعلنا في وضع questions للسؤال؟ وضعنا الفعل هو الأول are. الفعل هو الأول يتبعه الفاعل الذي هو نحن. فالسؤال are we late؟ are we late؟ هل نحن متأخرون؟ are we late؟ هل نحن متأخرون؟ هنا your keys are in the car. your keys يعني مفاتيحك في السيارة. مفاتيحك في السيارة. your keys are in the car. للسؤال questions are my keys in the car. وهنا لاحظوا معي are يمكن أن نقول are your keys in the car؟ هل مفاتيحك في السيارة؟ لكن هنا لدينا are my keys in the car يعني يمكن استعمال are. يعني يمكن استعمال are مع your ومع أنا. مفاتيحي are my keys in the car. لكن كما قلنا دائما الفعل يكون هو الأول. الفعل قبل الفاعل قبل the subject. هنا يعني لدينا سؤال make questions. يعني هذا التمرين make questions يعني قوموا بوضع أسئلة. قوموا بوضع أسئلة بالاستعانة بهذه بالسبجكت وبالفعل. بالسبجكت وبالفاعل. لدينا هنا subject ولدينا الحالة التي عليها. مثلا هنا لدينا Bill Scottish. Bill Scottish يعني Bill Scottish. كيف نضع السؤال؟ Bill Scottish. Is Bill Scottish؟ هل بيل سكوتش؟ سكوتش يعني من اسكتلندا. هل بيل من اسكتلندا؟ لدينا رقم واحد Mary from Paris. Mary from Paris.
ماري من باريس. كيف نضع السؤال؟ لدينا هنا رقم 2. We very late. We very late. نحن متأخرين. كيف نضع السؤال؟ ثالثا لدينا John in bed. John in bed يعني جون في السرير. John in bed. كيف نضع السؤال؟ رابعا The boss here. The boss here. خامسا Your car fast. Your car fast. سادسا Look. Look here. Look here. Look يعني هنا. Look هذا اسم شخص. Here هنا. سابعا We all ready. We all ready. ثامنا I early. تاسعا They at home. They at home. عاشرا You happy. You happy. 11 Joe married. Joe married. 12 This your house. This your house. 13 That Jane. That Jane. يمكنكم الآن الإجابة بوضع أسئلة بالاستعانة بهذه بالأفعال وبالحالات التي عليها، يعني بوضع الفيرب كما قلنا، بوضع الفيرب أول قبل الفاعل، الفيرب قبل الفاعل لوضع السؤال. أعطي تصحيح التمرين في make questions. رقم 1 Mary from Paris. ماري من باريس. السؤال Is Mary from Paris? Is Mary from Paris? هل ماري من باريس؟ ثانيا We very late. We نحن very late متأخرون. السؤال Are we very late? Are we very late? هل نحن متأخرون؟ ثالثا John in bed. John in bed. السؤال Is it John in bed? هل جون في السرير؟ هل جون in السرير؟ Is it John in bed? رابعا The boss here. The boss يعني هو المدير. Here هنا. Is the boss here? السؤال Is the boss here? هل المدير هنا؟ رابعا خامسا Your car fast. Your car fast. Your car سيارتك fast سريعة. كيف نسأل؟ السؤال يكون Is your car fast? Is your car fast? هل سيارتك سريعة؟ سادسا Look here. Here هنا. Look اسم الشخص. نسأل هذا الشخص هل look هنا؟ نقول هل look هنا؟ Is look here. Is look here. سابعا we all نحن جميعا we all ready. ready مستعدون. فالسؤال هو Are we all ready? Are we all ready? All ready. Are we all ready? هل كلنا مستعدون؟ ثامنا I early. I early. ثامنا I early. السؤال Am I early? Am I early? تاسعا They at home. They at home. يعني هم في المنزل. هم في المنزل. كيف نقول؟ هل هم في المنزل؟ هل هم في المنزل؟ Are they at home? Are they at home? هل هم في المنزل؟ Are they at home? عاشرا You happy. You happy. أنت سعيد. عاشرا You happy. أنت سعيد. فالسؤال كيف نقول هل أنت سعيد؟
هل أنت سعيد؟ السؤال Are you happy? Are you Are you happy؟ هل أنت سعيد؟ Are you happy؟ هل أنت سعيد؟ 11 Joe married. Joe married. Joe هو متزوج. Joe متزوج. السؤال كيف نقول هل جو متزوج؟ Is Joe married? Is Joe married? هل جو متزوج؟ Is Joe married? 12 This your house. This your house منزلك. Your house منزلك. This هذا منزلك. كيف نقول هل هذا منزلك؟ هل هذا منزلك؟ Is this your house؟ السؤال هو Is this your house؟ 13 That Jane. That Jane. ذلك جين، يعني اسم إشارة إلى هذا الشخص بأنه جين. That Jane. ذلك جين. كيف نقول هل ذاك جين؟ فالسؤال Is that Jane؟ Is that Jane؟ هل ذلك جين؟ Is that Jane؟ In conversation and informal writing, we use contractions. In conversation and writing, we use contractions. يعني in conversation في المحادثة and informal writing يعني في الكتابة الغير رسمية، في رسالة أو إيميل أو رسالة غير رسمية. يعني كيف هي غير رسمية؟ يعني لصديق أو للعائلة أو شخص نعرفه، ليس للإدارة أو للعمل، نكتب بالكونتراكشنز. يعني بالكونتراكشنز يعني هو الكونتراكشنز هو الاختصار. مثلا هنا لدينا I'm هو الكونتراكشنز ل I am. your contraction الاختصار ل you are. his هو الاختصار ل he is. she is هي she's. it's هي it is. John's هي John is. the trains هي the train is يعني القطار هو. where هي we are اختصار the contractions هي where. عوض أن نقول we are نقول where. there عوض أن نقول they are نقول there. هذه اختصارات ل verb to be. مثلا هنا لدينا I'm a doctor. أنا طبيب. يمكننا أن نقول I am a doctor، لكن كما قلنا في المحادثة في الكلام في spoken English، في الكلام العادي في المحادثة أو في writing informal نقول I'm. عوض أن نقول I am a doctor نقول I'm a doctor. You're late أنت متأخر. You're late. John's in London هو John is in London نقول John's in London اختصار. The shop's open يعني the shop is open يعني contraction نقول the shop's open. We're ready نحن مستعدون. نحن مستعدون. كما تشاهدون، فكما قلنا في الكونفرسيشن في المحادثة العادية وفي الانفورمال رايتين في الرايتين في الكتابة في رسالة غير رسمية لصديق أو لا يمكن أن نكتب بهذه الكونتراكشنز في هذه الاختصارات في رسالة أو إيميل رسمي لإدارة أو للعمل، فلا يمكن أن نكتب بهذه الطريقة. لا يجب علينا أن نكتب I am, he is, she is. لكن في الكلام العادي يعني في الكلام العادي وفي المحادثة نستعمل I'm your. مثلا هنا لدينا هذا التمرين write these sentences. التمرين النقيب التام. write these sentences with contractions.
اكتبوا هذه الجمل بالاختصارات. لدينا هذا المثل الأول: Claire is ill. Claire is ill، يعني كلير مريضة. بالاختصار في المثل هنا Claire's ill. Claire's ill. Claire's ill. وهذا هو ما يجعل في المحادثة في spoken English، فعندما يتكلمون بسرعة، وهذه السرعة يستعملون فيها اللينكين، ويستعملون كذلك الكونتراكشنز. هذا ما يجعل بعض الأحيان فالفهم في اللغة الإنجليزية يكون صعب. لماذا؟ لأنهم يستعملون الكونتراكشنز، الاختصارات، عوض الكلام العادي الغير مختصر، لكن هما يستعملون الاختصارات الكونتراكشنز. هذا التمرين سيساعدنا في التعرف على هذه الاختصارات. مثلا هنا لدينا رقم واحد لدينا We are all tired. We are all tired. We are all tired. كيف نختصر هذه We are all tired؟ نجعلها مختصرة contractions. اكتبوا هنا كيف نجعلها مختصرة. رقم 2 They are here. They are here. هم هنا. رقم 3 I am sorry. I am sorry. اكتبوا الاختصار كما في جميع في هذه الجمل sentences. Write these sentences with contractions. اكتبوا هذه الجمل بالاختصارات. رابعا My name is better. My name is better. اسمي better. My name is better. اسمي better. You are early. You are early، يعني أنت في وقت باكر، يعني أنت في وقت باكر، جئت في وقت باكر، أنت في وقت باكر. You are early يعني هو ضد you are late، أنت متأخر. You are late. لكن you are early فأنت مبكر، يعني هنا يمكن أن تكتبوا الاختصار. سادسا The shop is closed. The shop is closed. اكتبوا هنا الاختصار. سابعا She is at home. She is at home. هي في المنزل. اكتبوا الاختصار هنا. Write these sentences with contractions. كما قلنا Claire is ill. Claire's ill. Claire مريضة. Claire's ill. رقم 1 We are all tired. We are all tired. الإجابة هي We're all tired. We're all tired. كلنا متعبون. We're all tired. رقم 2 They are here. They are here. The contraction They're here. They're here. I am sorry. ثلاثة I am sorry. Contraction I'm sorry. I'm sorry. رابعا My name is better. My name is better. My name is better. Contractions My name's better. My name's better. خامسا You are early. You are early. Contraction You're early. You're early. You're early. You're early. سادسا The shop is closed. The shop is closed، يعني المتجر مغلق. Contraction The shop's closed. The shop's closed. سابعا She is at home. She is at home، يعني هي في المنزل. Contraction She's at home. She's at home. She's at home، هي في المنزل.